Hi, Roy. Hi, June. You're supposed to be home. You're supposed to be dead. Close. What next? Let him have it. You got skills. بيبدأ فيلم النهاردة على روي ميلر وهو في المطار، واتقابل بالصدفة مع جون اللي أعجبت بيه فورا، وكانوا مسافرين على نفس الرحلة لبوسطن. وفي الطيارة اتكلموا مع بعض شوية، وبعدها دخلت الحمام، وابتدى ركاب الطيارة يهاجموا روي ميلر ويسألوه عن بطارية، وخلص عليهم كلهم حتى على الطيارين كمان. ولما طلعت جون من الحمام قال لها انه تخلص من كل اللي على الطياره وحتى الطيارين. ما صدقتش طبعا وقعدت تضحك عليه. ولما دخل كابينه الطيار لقت الركاب ميتين، جريت عليه وخبطت على الكابينه بتاعه الطيار وفتح لها وقعدها جنبه علشان يهبط بالطياره، وكان هبوط سهل جدا. ولما نزلوا اداها روي ازازه صغيره، ولما شربتها لقيتها مخدر، وقال لها روي ان في ناس اشرار هيدوروا عليكي ويقتلوكي، ولو سألوكي عني قولي انك ما تعرفينيش، والناس دول خطيرين وما تركبيش معاهم واجري منهم. وفاقت جون في اوضتها ولقت الفطار جاهز، وروي سايب لها ملاحظات انها ما تقولش لحد. والباب خبط، فتحت لقت واحد اسمه رودني صاحبها بيطمن عليها وعزمها على العشاء كمان. راحت جون لاختها اللي كانت هتتجوز ولبست فستان لونه اصفر جامد يعني. وجي واحد قال لهم ان عربيتها سد الطريق، ولما خرجت لقت عميل مخابرات ورجالته وركبوها عربيتهم، وبداوا يسالوها عن روي وعلاقتها بيه. قالت لهم انا معرفوش، فركبوها عربيه وراحوا ياخدوها لمكان امن. ظهر روي وبدا يتخلص برجالتهم وقتل السواق بتاع جون، فسرعت العربيه، والعميل اللي معاها حاول يخليها تنط معاه، ما رضيتش طبعا، والعربيه دخلت طريق عكسي، وجون مسكت الدركسيون وبتحاول تتفادى العربيات، وروي وقع على عربيتها وقال لها افتح الباب، وظهرت عربيه تانية بتطاردهم وتخلص منها روي بسهولة. واتفادت جون عربية نقل، وطار روي ووقع على عربية تانية، وقام ونط على سقف العربية تاني وقال لها افتح الباب عشان اساعدك. وظهرت عربية بتطاردهم وفتحت جون الباب، فعربية معدية كسرته وطار وخبط في العربية اللي بتطاردهم، وقعدت تتقلب وراحت تخبط في روي وعدت من فوقه في الاخر. وركب العربية وخمس بيها ووقف، والعملاء بيطردوهم طلعوا من العربية، وخد اسلحة من شنطة العربية وراح يتخلص منهم. وجون طلعت تجري وركبت اتوبيس، ولما شافت روي لحقها نزلت تجري وراحت لصاحبها رودني وخدها المطعم وقعدوا ياكلوا، وهي بتحكي له اللي حصل في الطياره. ولما افتكرها متضايقه علشان اختها هتتجوز اتضايقت منه جدا. وجي روي وسلم على رودني، ولما عرف انه راجل اطفاء قعد يكلمه على شغله ويضحك معاه. ولما قالت له جون ان ده هو الراجل سأله رودني انت مين؟ قال له انا الراجل. Who are you? I'm the guy. I'm the guy. This is the guy. This is the guy. I'm the guy. وطلب من رودني ما يتدخلش، وكلبش جون ومسك مسدسه وهدد انه هيقتل جون. ولما قام رودني ضرب طلقه عليه علشان ما يلحقهمش، وطلعوا من المطعم وركب جون العربيه. ولما طلع يبلغ عنهم رودني اداله طلقه في رجله وقال له ما تخافش، الطلقه ما جاتش في العظم. وبعد ما اطمن عليه مشي وسابه، وركب العربيه وعربيات الشرطه وراه. اتخلص منهم وقال لها روي ان رودني هياخد ترقيه بس هو مش مناسب ليكي. ولما قالت له انها حاسه بالامان مع العملاء وانها خايفه معاه، ركن العربيه في الجراج ونزلها، وقال لها انهم هيقتلوها وهو بيحاول ينقذها، والمفروض ان هو يحمي شخص تاني وانه بيضيع وقته معاها. ولما ركب عربيه تانية فكرت جون شويه وفي الاخر ركبت معاه. وهم بيزودوا بنزين كانت جون في الحمام ولقت رودني على التلفزيون وعمالين يشكروا فيه وقالوا ان هو بطل وانهم هيرقوه كمان. وساعتها صدقت روي في كل حاجه وبداوا يتحركوا بالعربيه. وحكى لها روي عن البطاريه انها مصدر طاقه ما بيخلصش زي الشمس وممكن تنور مدينه كامله، واللي مخترعها شاب صغير اسمه سايمون اللي هو بيحميه، وان في عميل تاني اللي هي شافته اسمه فيدز بيحاول ياخد البطاريه ويبيعها ويقتل سايمون. وقال لها ما تخافيش انا جامد قوي. ولما المديره بتاعتهم في المخابرات كلمت فيدز وسالته عن جون، قالوا لها انها هي واحده ملهاش لازمه، وهي امرت فيدز ان هو يتخلص من القذاره دي. وصل روي وجون لمكان سايمون وادى جون مسدس ودخل يشوف سايمون كاتب ايه، وحس روي ان في حاجه غريبه، وطلع مسك المسدس من ايد جون
وقعد يضرب في العصابة ويتخلص منهم، وقال لها انهم رجالة انطونيو جونتانا تاجر السلاح الاسباني، وهو كمان عاوز البطارية، وقال لها استني هنا، واداها رشاش وطلع يتخلص منهم. ولما رجع لها قعدت تضرب نار عشوائي، والعصابة سمعتهم وراحت تقبض عليهم، فشربها مخدر قبل ما العصابة تمسكهم. وهم بيحققوا معاهم اتخلص منهم روي وهرب هو وجون وركبوا طيارة. ولما فاقت جون لقت نفسها قدام البحر وحاولت تضرب روي، وواضح انها جامدة هي كمان. وفي لحظة جت طيارة وبدأت تضرب عليهم صواريخ، ونطوا في البحر وركبوا طيارة غريبة ومشيوا. ولما فاقت جون لقت نفسها في قطر، وكان روي مع سايمون في القطر اللي رايح النمسا. وراحت جون تشرب حاجة، وقابلها قاتل مأجور بيدور عليهم وحاول يقتلها، بس روي لحقهم وبدأوا يضربوا في بعض. بس روي فقد الوعي، وبدأت جون تضرب فيه ودخلت سكينة في صدره وطلعها، وجي يقتلها فاق روي وضربه وطلعه من القطر، والقطر المعاكس قطعه. وخدهم روي لفندق وكلم جون وقال لها ما تخرجيش من الفندق وخليكي في الغرفة لحد ما اجي. ولما خرجت وراه ولقيته رايح يقابل واحدة تانية. ولما شافته زعلت جدا، وهي راجعة وقفتها مديرة الوكالة وقالت لها ان روي ضحك عليها وانه عميل سيء وبقى خاين، وطلبت منها لما تشوفه معاه البطارية تبلغ عنه. وافقت جون، ولما راح لها روي اكتشف عملتها وهاجم فريق الوكالة وجري روي وطردوه لحد ما وقع في النهر، وقعدوا يدوروا عليه بس ما لقوهوش. وفيتز ده خد سايمون وراح يسلمه لأنطونيو جونتانا بدل البطارية ويخليه يصنع له واحدة غيرها. وحست جون انها غلطت وافتكرت مكان المنزل الآمن بتاع روي، وراحت لقت البيت بتاع ابوه وامه اللي قالوا لها انه مات من سنين وانه كان في الكشافة وعنده نفس طويل. فخرجت جون وبلغت انها معاها البطارية، وجت رجالة أنطونيو جونتانا وخدوها لعنده. ولما سألها عن البطارية قالت له معرفش. ولما حكى لها عن روي قال لها انه مات، بس هي مش مصدقة لانه بيحبس نفسه لمدة طويلة. وفعلا ظهر روي على سطح الفيلا وشاف فيتز وصل بعربيته، وأنطونيو بيسأل جون جيتي ليه؟ قالت له انا جيت عشان اشوف روي. امر أنطونيو رجالته يقتلوها وراح يقابل فيتز. ولما سأله عن سايمون قال له قابلنا عند النهر وهات الفلوس معاه. ولما سمع روي صوت جون راح ينقذها وبدأ يتخلص من رجالة أنطونيو واحد واحد. ولما حس آخر واحد بص وراه وطلع له روي ومسكه وقال له وصل رسالة لرئيسك لما تفوق وقول له روي جه ومعاه البطارية. وبدأ يهرب من باقي الرجالة وركب موتوسيكل وركبها وراه، وقعدوا يتخلصوا من رجالة أنطونيو اللي بيطاردوهم. وراح ورا فيتز عشان معاه سايمون، وشافتهم التيران وجريت وراهم عشان الموتوسيكل لونه أحمر. وجت التيران وقلبت عربية أنطونيو وتخلصوا من كل رجالته كمان. ووصلوا للنهر ونطوا روي وراح لفيتز وقال له سيب سايمون. قال له هات البطارية. ولما اداها له روي سايمون قعد يتكلم وقال له هعمل واحدة غيرها. راح فيتز يقتله، لحقوا روي وخد الطلقة بداله، وقال لسايمون انها مش مستقرة وانت هتعمل واحدة غيرها. وساعتها انفجرت طيارة فيتز في الجو، وجون لحقت روي وخدوه على المستشفى. وجات المديرة بتاعته وعرفت اللي حصل كله، ان روي طهر الجهاز بتاعهم من العميل الخاين وشكرته كمان. ولما سألها عن جون قالت له انها في بيتها وسابته ومشيت. ودخلت ممرضة عليه واديته دواء، ولما شربه داخ. وسأل الممرضة اللي طلعت جون وقالت له بروتين زيرو زي ما هو قال لها وكان بيخدرها، وخدته معاها وهربوا. ولما فاق لقى نفسه في عربية على الشط وبدأوا يتحركوا للأجازة بتاعتهم. وانتهى فيلم النهاردة يا شباب. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالقصة. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش اللايك وشير الفيديو لاصحابك. معاكم ممدوح من تمناه فيلم.